واحد ابتز واحدة أكثر من 100 مليون، ادي 20,000 دولار ولا انشرش صورش، ادي 30,000 دولار 40,000، أكثر من 100 مليون. البنت حيرفت ولا عاد معاه ريال، قال ادي الذهب، شل الذهب، ما عاد بش ذهب، قال ادي الأوالي حق أبوه حق أسرته المسدسات، شل ما فوقها وما تحتها، خلها تفك اللمبات حق البيت، ادي يلا الصحون المقالي الملاعق خلاها على الحديدة، حتى الحديدة قال لها ادي الحديدة، يعني ولا عد مع البنت ولا شيء ولا. وبعدها ذكرت تصير تبلغ، بعد ما قد خلص فكرت تصير تشتكي به في القسم او في البحث. اهم شيء صارت تشتكي، تستدعوا الرجال، جاء عندهم حققوا معاه، اعترف. اهم شيء انا اشتي اوصل هذا الكلام للنسوان، للبنات الذي بيتصورين صور من غير هدوم، تتصور في الحمام وهي بتشخ تحت الدش، فوق الحنفي، تحت الكرسي. ليش الصور هذه؟ ذكريات، شي تتذكري الماكينة حقش. ليش بتتصوري وانتي لابسه لبس مش تمام؟ ليش بتصوري الثربة حقش وبترسلين الصور برضاتكن لا عند المبتزين؟ لا تصدقوا للبنات الذي تقول انا شليت تلفوني يتصلح والمهندس سرق الصور او ضع علي التلفون في السوق وهددوني بصوري. هذه الحالات نادرة. حتى اذا شليتي تلفونك يتصلح وسرقوا الصور او سرقوا تلفونك في السوق، يدخلوا يدوروا يشوفوا 2 3 صور. اذا انتي بنت ناس وانتي بالحجاب، انتي وزوجش، انتي واسرتش، في مكان عادي، حديقة، في مطعم، ليش يبتزش؟ ما يبتزش الا ومعش صور. يعلم الله كيف قد تصورتي، يعلم الله من طالع من نازل من داخل، بعضان يتصورين صور عجيبة. كيف لو ما بيتصورن هذه الصور؟ المبتزين بيطلبوا من هؤلاء البنات، يقول لها رسلي لي صورتك، وهي ترسل، يقول اوه الصورة، اوه الحلاوة، ويأمنها ويدي لها الهدايا. هكذا المبتزين اول ما يتعرف على بنت اول شيء يدي لها وردة ب100 ريال علشان تقول انه كريم، يدي لها وردة، ويوم ثاني يدي لها سماعة خاربة علشان تقول والله انه بيحبني، يدي لها هدايا ما يكلفن ولا حتى 300 ريال، ويدي لها سكريم ابو 20 هذاك ابو عودي، وقلافد، ويضحك عليها وهي تقول والله انه بيحبني، والله انه طيب. يبدا يضحك عليها، يلا رسلي لي صور شفتي، شوف شعرش، ايوه واش سكاه افخاذ سكاه، صوري لي من نازل ومن طالع ومن، يخليها تصير تتصور فوق حفره، تقول لها اطلعي فوق حفره وفي الاخير جلش وصوري من نازل. اشتي اشوف القرنيه، ضروري علشان يوثق هذه الصور، علشان لو ما يبتز، علشان لو ما يطلب ملايين، ما تستطيعش تقول له لا، لأن قد صورت البنكرياس، الكلى، الكبد، الأذن، راس، حنجرة، ما بش مكان لا، قدو حافظ لها حفظ. صوري سرتش، صوري أهم شيء يجمع الصور، يطرحن في ملف، بعد يوم 3 أيام يفعل لها رسالة، ترسلي لي 1000 دولار. تقول 1000 دولار؟ ما بش معي يا حبيبي إلا 500 دولار. يقول 1000 دولار ولا شاذيع؟ تذيع ايش يا حبيبي؟ أذيع. يرسلها صورة توي فوق الحنفي وهي تحت تبدأ الرجلة حق البنت ايش افعل ايش اسوي، بدل ما تصير تكلم اهلها باني غلطت واني تستاهل اللطم والصقع بالشنابل وما حصل قد حصل، ما ترسل له وهو يزيد يقول يلا زيد رسلي صورش، يلا جي عندي، يلا صوري فيديو، يلا، وتتعمق اكثر واكثر واكثر واكثر. ولا تقول لابوها انا يا ابا بنت كلب، انت كلب وانا بنتك، لانك ما ربيتني سوا، والرجال
ضحك علي ابتزني رسلت له صور، بس بدل ما أتعمق أكثر وأكثر من البداية. الأب يشوف يتصرف يبلغ على ذي الرجال يصير ينتفه من هذا الفيديو المليون. وأنا أنصح البنات بطلين الصور. ليش بتخافين لو ما يوصلين هذا الصور لعند المبتز؟ لو صورتش طبيعية وانتي بالحجاب انتي وزوجش او انتي وابوش انتي واهلش، ليش خايفة؟ بتخافين الله ومعاكن صور من نازل تحاميل، تخافي تقلقي عند الصورة دي توصل عند ابي عند امي عند. بطلين الصور انتن في الحمام وانتن في غرف النوم. خنتين الله، خنتين اسركن، خنتي ابوش، او هذاك تخون زوجها او هذاك تخون اهلها او هذا. صور وهي مخلسة وهي امانا بعضهن قد توحم من قوة الصور، واللي بتصور منه باقي 3-4 صور وتوحم من الصور. صور مش تمام، صور فجعات. بعدها يبكين بيفتزنا فلان ابتزني ضحك علي. انت الذي فتحت المجال وابتزش ودعسش ونهبش وسرقش تستاهلي. واذا ما تبطلين هذا الاسلوب وترسلي الصور والله حنرجع بعد فترة نكون نتضامن مع المبتزين. نتضامن مع منتن ما حد يتضامن مع واحد حمار غبي قد نصحناه للونهر وفيديوهات وقد في قصص كثير قبلها ولا اعتبرت ولا تستاهلي. ما نفعلش. وفي الأخير نصيحتي للبنات لا تكون تغتري. لا شفتي واحد جتالش رقم في معهد في جامعة وقالش أحبش أموت فيش أبوس التراب اللي تمشي عليها، وادالش 2 أشعار وقالش إنه هو سارق سناطل، وانتي تصدقي تقولي الله هذا رومانسي واللبس والأناقة والجمال خلاص هذا فارس أحلامي، هذا الحبيب المنتظر، هذا المهدي المنتظر. لا تكون تغترين بهؤلاء الهلافيد، هؤلاء الذي لابس الكوت حق واحد صاحبه مشو حقه صار تسلف الكوت وقد لنكس فوق 3 أشهر. لو يخلص البنطلون لا تشمي تقولي لا استدتها المجاري والشرابات لها 1.5 سنة قديم مخزقة بيلبسها هو واخوته واصحابه. لا تكون تغترين بالمنظر. هذا الايام والله انهم بيفعلوا عدسات، يفعل ابو عودي ولا ياكل سكريم علشان هؤلاء حمرين ومبيض خفيف علشان يبان جميل، علشان يبان الوسيم. وهؤلاء البنات قصتها انه هكذا، قصتها ان الكت حقه، قصتها انه هذا شكله وهو بيض هكذا، مشي دارية انه قبيح، انه اقبح منها، مشي دارية تغتر به تشل الرقم منه وتتواصل هي وهو والرسائل وحب وغرامة. ترى ما ضحك عليها يلا انتي زادتي فلوس انتي، وبعدها تعرفها على حقيقة. بطلين لا تكون تغترين. لا اللي هو رجال ابن الناس عيجي لش للبيت يناسبش يتزوجش يطلبش من يد امش اختش جدة عارمش على سنة الله ورسوله. اما يجي لش بهذا الاسلوب الرخيص دليل انه رخيص وانتي ارخص منه.